زي ما انتم شايفين احنا فقدنا السيطرة وهجموا على العربية زي ما انتم شايفين، ما قدرناش نعمل حاجة. اخر مخيم هو افقر مخيم، وزي ما انتم شايفين هي دي الشعوب اللي اتشردت، هي دي الشعوب اللي اتقسمت، هي دي الشعوب اللي ضيعت نفسها بالفتنة. هو ده مصير الناس لما بلدهم تضيع ووطنهم يضيع. سابوا عيالهم في الأرض يعيطوا وجريوا ورا الهدوم من كتر الحرمان، داسوا على بعض وضربوا بعض عشان ياخدوا الهدوم. لسه بيضربوا بعض، لسه بيضربوا بعض، ونبطل يضحك علينا باسم الدين. شفتوا يعني ايه حد يتشرد، شفتوا يعني ايه حد يبقى عايش في عدم ومحتاج اي حاجة، شفتوا ان ممكن الواحد يتعدى التقاليد والاخلاق وكل حاجة عشان محتاج او ما بقاش عنده حاجة. الشعب السوري ما بقاش عنده حاجة، ما بقاش عنده ولا أرض ولا بيت ولا مستقبل ولا شغل ولا أي حاجة. قد إيه إحنا شعب راقي مؤدب وأخلاقه عالية طيب، قد إيه إحنا قمنا بمصر، قد إيه إحنا أنقذنا مصر، إحنا مش أي حد تاني، إحنا الشعب المصري بس اللي أنقذ مصر. والسؤال بيعيد نفسه، هل إحنا لو كنا استنينا وشلنا الرئيس بطريقة قانونية وكان ده مطلب شعبي من غير الفوضى اللي حصلت والانفلات الأمني، كان زمانه هيبقى أحسن كتير؟ ولا الثورة اللي اتعملت فعلا غيرت ومساوئها أكتر، ولا احنا فعلا كسبنا من وراها؟ بس برضو بحب أشكر القوات المسلحة على أدبكم. السلام عليكم. ما راح احكي كتير عن شعب مصر ولا راح اقول، بس انا بدي اتكلم عن اللي عم يحكي عن اشخاص السوريين. نحن اذا ناقصك شرف نعطيك، واذا ما عندك شرف منعبيك، واذا ما معك مصرات منعطيك، واذا ناقصك اكل منطعميك. حلو. اول اشي اليوم وقت بطلع بحكي، اول اشي طلع على شعبك، روحوا عانوا هالمشكلة الجنس اللي عم تصير عنكم والدعارة، بعدين طال عنا. روحوا طلعوا على بلادكم، كلنا بيشتكوا من الدعارة. ما راح احكي كتير، انا عم بحكي عن بعض الشعب المصري. لاحظ عن ريهام سعيد اللي عم تطلع بتحكي على السوريين، بس انا بوعدك اني راح بعدين بقلك راح نشوف فاصل صغير شو بيقول باسم ياخور عنك. شو قوية، شو قوية هالحكمة، أول مرة بسمعها بحياتي. عفرم عليك، أنت سمعانة بلا؟ بحياتي ما سمعتها، قوية كتير قوية يعني. شفتي هالحكي؟ حتى هو تمسخر عليكي. على كل حال ابو الحكم النحلاوي، تقدر تتابعني على الفيسبوك تكتب ابو الحكم النحلاوي، وعلى التويتر، وجهز لكم من كل مكان ابو الحكم النحلاوي. لو كنت سوري اعمل لك